اكتر حاجه بتفسد حياتك وسلامك النفسي هي المقارنه. انك بتشوف نجاحهم فشلك. عمرك دخلت على السوشيال ميديا وشفت ناس نجحت، اتجوزت، فتحت مشروع، كسبت منه، وانت بتشوف نفسك انك ولا حاجه، ويجيلك شعور وتفكير ان الناس كلها ناجحه وانت اللي فشلت؟ اهلا بحضراتكم في بودكاست النفساني. حلقه النهارده عن المقارنه. اللي نكشفه النهارده هو السر النفسي اللي بيخلي دماغك تدخل تلقائيا في المقارنه، وليه حتى لما تتجاهل ده بتلاقي نفسك تلقائيا راجع لنفس الشعور. والاهم ازاي توقف المقارنه وتعيد تفكيرك لنفسك. عمرك دخلت على السوشيال ميديا وشفت حد ناجح، سافر، اتجوز، فتح مشروع، وفجأة حسيت انك ولا حاجة؟ ومش لازم تقول الكلام ده بصوت عالي، لان جواك صوت بيقول انك متأخر مش زي باقي الناس. واحدة من الحالات اللي جات لي بتقول لي انا مش فاهمة ليه كل ما حد ينجح في حاجة انا بفرح له، بس من جوايا بحس بحزن وبحس ان انا متضايقة. بعد ما عملنا تقييم للحالة لقينا ان المشكلة مش في النجاح نفسه، المشكلة في الرسالة اللي دماغها بتفسر بيها الحالة، ان نجاحهم يعني فشلك. وهنا بدأت رحلة علاج قائمة على إعادة برمجة الأفكار باستخدام CBT أو العلاج المعرفي السلوكي. البنت بقت بتشوف نجاح الآخرين كدليل على إمكانية نجاحها مش مجرد تهديد لهويتها. وهنا بدأ التغيير الحقيقي. الإنسان بطبيعته محتاج يقيس نفسه، لأن مفيش مقياس ثابت يقدر يقيس نفسه بيه مع الآخرين. دي وظيفة ذهنية للبقاء الاجتماعي وتواجده. عقولنا مليانة بأفكار سلبية، أنا فاشل، أنا مش هنجح، هم أحسن مني. الدماغ بتفسر نجاح الآخرين دليل على فشلك، وهنا بيبدأ تشوه الإدراك. فيبدأ الإنسان يدور على المكافأة وتقدير ذاته، يدور على السوشيال ميديا فيبدأ يفرز الدوبامين، يبدأ إن هو ياخد التعزيز اللي محتاجه، فيبدأ يا إما يحس بفشل أكتر يا إما يحس إن هو هينجح وهيبقى زيهم. وتبدأ من هنا المقارنة الحقيقية. زمان كنا بنتقارن في دايرة صغيرة ما بين الجيران، ما بين القرايب. دلوقتي مع تطورات السوشيال ميديا بقيت بتتقارن ب1% من أغنى أغنياء العالم، وده بيعمل وهم الفشل المزمن. اللي بتشوفه مش حقيقة، ده عرض تسويقي للآخرين. في ناس بتسوق نفسها عن طريق إن هي تستعرض ما عندها من إمكانيات. بس هل ده النجاح؟ النجاح معاييره كتير جدا، مش شرط يكون فلوس، مش شرط يكون عربيات، مش شرط يكون مباني فاخرة. النجاح هو اكتفائك بذاتك. تخيل معايا في يوم من الأيام كان في بنت حياتها عادية خالص، طالبة جامعية عندها أحلام زيها زي أي شاب أو بنت في سنها، لكن في لحظة واحدة كل ده اتغير بسبب واحدة من دفعتها سافرت بره عشان تدرس. تاني صورة، صاحبة طفولتها اتخطبت لواحد مشهور وبدأوا ينزلوا صورهم. تالت صورة شافتها بنت ما كانتش ناجحة في حاجة مرة واحدة فتحت مشروع وبتقول إن هي بقت بتكسب مبلغ ضخم في الشهر. وفي اللحظة دي البنت دماغها بتتجمد، قلبها بيتقبض، وتبدأ تيجي الأفكار التلقائية السلبية: أنا متأخرة، أنا مش ناجحة، كلهم سبقوني، حياتي واقفة مكانها ما بتتحركش. تفتكر اللي حصل بعدها؟ هل بدأت تشتغل على نفسها ولا دخلت في دايرة المقارنة اللي بتسحب ملايين الشباب يوميا في صمت؟ النهارده احنا مش نفهم ليه ده بس بيحصل، نفهم ازاي نهرب من الفخ ده قبل ما يدمر ثقتنا وحبنا لنفسنا للأبد. بالمعنى العلمي ساعة المقارنة بيبدأ يفرز جسمك هرمون الكورتيزول، وده هرمون مسؤول عن التوتر، وتبدأ تقل هرمون السيروتونين مسؤول عن الانتباه والتركيز. فيحصل ان دماغك تبعت رسالة مضمونها اثبت نفسك بأي طريقة، ويحصل قلق واستعجال وإحباط وكبت واكتئاب. يعني ساعات المقارنة ما بيكونش دليل على فشلك، بالعكس ده ممكن يكون توتر كيميائي في عقلك بيحتاج شوية إعادة برمجة. لما تخش في حالة مقارنة قول لنفسك ان انت مش محتاج المقارنه ديت، وده لاسباب كتير. قول لنفسك ان دوت مش حقيقتك، ده جزء من تفكيرك، وده بينقلك من الدماغ العاطفي الى الدماغ المنطقي. قبل ما تنام كل يوم حاول تكتب 3 حاجات، ويا عم الحل سهل، زي ان انت عرفت تقرا اكتر، بقيت بتتحكم في مشاعرك، بقيت ناجح في شغلك اكتر، حققت نجاح في شغلك قد ايه. وده بيحول تفكيرك من تفكير خارجي عن طريق الناس الى تفكير داخلي. ثالث حاجه، حاول تقفل دايره المقارنه السامه اللي انت عايش فيها. اعمل انفولو لاي حد في حياتك شايفه ان هو مش عايش نفس عيشتك ولا نفس بيئتك. استبدلهم بالناس اللي بيعلموك او بيدعموك. بدل كلمه هو احسن مني بكلمه هو سبقني خطوه وانا اقدر اعملها، وده دليل ان هو زي ما هو عملها انا اقدر اعملها. غمض عينك دلوقتي، فكر في شخص انت دايما بتقارن نفسك بيه. اسال نفسك هو الشخص ده نسخه منك؟ هل المفروض حياتك تبقى زيه؟ ولا ربنا خلق لنا كل واحد في حياته رحله خاصه؟ ركز على نفسك مش على السبق. السبق الوحيد اللي ممكن تسابق نفسك فيه هو كنت ايه امبارح والنهارده ايه وبكره هبقى ايه. بص انا عايزك تعرف ان المقارنه مش هتختفي، لان هي جزء من طبيعتك زي ما قلنا، بس ممكن تتحول من عدو يحبطك لصاحب يحفزك. مش بس ان انت بس تبطل تبص للناس، بالعكس انت تبطل تقيس نفسك بيهم. المشكله
مش في النظر، المشكله في القياس. افتكر دايما ان مفيش نسخه زيك، واعرف ان دايما المقارنه زي ما بقول لك بينك زمان وما بينك دلوقتي. لازم تتاكد ان رحله المقارنه ناس كتير قوي دخلت فيها ولا عرفوا يحققوا حاجه ولا وصلوا لحاجه. عشان كده لازم تبدا انك تقارن نفسك من دلوقتي بكره هتكون ايه. اتمنى لك النجاح يا صديقي. اشوفكم في الحلقه الجايه وموضوع جديد. اتمنى الحلقه تعجبكم، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو في موضوعات تانية نتشارك مع بعض فيها. ما تنساش تتابعني هنا في بودكاست النفساني.